عمرك سألت نفسك قبل كده ازاي الكود اللي بتكتبه الكمبيوتر بيفهمه؟ عندنا طريقتين كبار قوي بيحصلوا، يا اما بتمشي بحاجه اسمها الكومبايلر يا اما حاجه اسمها الانتربريتر، والفرق بينهم بيغير حاجات كتير قوي. تيجي نعرف ايه الفرق ما بينهم وبيغير ايه؟ تخيل معايا كده انك فتحت كتاب التعويذ بتاعك مره واحده وقريته كله على بعضه وبعدين حبيت تعمله ملخص في الاخر. اهو ده بالظبط اللي الكومبايلر بتاعنا بيعمله، بياخد منك الكود على بعضه وبيحوله لملف ماشين كود. يعني النسخه بتاعتك بتبقى جاهزه للتنفيذ من قبل حتى ما تشغل، زي في السي بلس بلس والجافا. فاحنا عندنا ميزه في الحوار ده، ان هو عشان خاطر بيترجم مره واحده فتلاقيه سريع معاك وبيشتغل بسرعه. بس برضه عندنا عيب، وعيب مش بسيط كمان، عيب رخم شويه. ايه هو؟ ان انت لو عندك مشكله في الكود او عندك عيب في الكود بتاعك مش هتعرفها غير في الاخر خالص بعد ما يخلص العمليه بتاعته. فهي دي الحته الرخمه بتاعتك. يعني من الاخر كده الكومبايلر عامل زي مطبعه، انت كتبت كتاب وبعته لها، فهي بتطلع لك النسخه مطبوعه في الاخر جاهزه على انك تاخدها على طول وتشغلها. طب ايه رايك بقى في واحد يقرا الجمله بتاعتك ويترجمها لك فورا وانت واقف في ساعتها؟ هو ده بالظبط اللي الانتربريتر بيعمل، بيقرا الكود بتاعك سطر بسطر ويترجمه وهو شغال. يعني من الاخر كده يقرا السطر ينفذه يرجع يدخل على السطر اللي بعده، زي بالظبط في الجافا سكريبت والبايثون. ايه الميزه بقى اللي عندنا فيه؟ ان هو عشان خاطر بيقرا لك سطر سطر، فانت لو حصل مشكله او عندك عيب في الحوار بتعرف تطلعها في ساعتها. طب ايه العيب اللي فيه؟ هو بقى برضه عشان خاطر بينفذ سطر سطر وبيترجم سطر سطر، فتحس ان البرنامج بتاعك في التشغيل بطيء، عامل كده زي المترجم الفوري. لو اديت له جمله جمله هتلاقيه بيترجمها لك بسرعه، انما لو اديت له كتاب طويل تحس ان هو هنج منك وبقى بيترجم ابطا بكتير. لو لسه محتار بقى تستخدم انهي فيهم او كده، تعال نشوف مع بعضينا ونحطهم جنب بعض. عندك الكومبايلر مثلا هو اسرع في التشغيل بس ابطا في ان هو يطلع لك لو في مشكله او كده. طب الانتربريتر ابطا في التشغيل بس اسرع في ان هو يطلع لك المشكله بتاعتك. يعني انا مثلا ممكن اشغل الكومبايلر هيبقى احسن معايا لو انا بعمل مثلا برامج تقيله او العاب تقيله معايا، هيبقى الكومبايلر احسن معايا. انما الانتربريتر هيبقى احسن معايا لو انا عايز اعمل حاجه سريعه وتشتغل معايا بسرعه. فالفكره مش فكره مين فيهم احسن ومين فيهم اوحش، الفكره مين فيهم اللي اعرف اشغله صح في الوقت المناسب عشان يطلع لي النتيجه اللي انا محتاجها. سواء بقى اخترت الكومبايلر او اخترت الانتربريتر مش هتفرق كتير، الهدف عندنا واحد كلنا، ان احنا نوصل الكود بتاعنا لعقل الكمبيوتر. اكتب لي في الكومنتات هتختار انهي مدرسه وهتمشي في المدارس اللي بتشتغل بالكومبايلر ولا اللي بتشتغل بالانتربريتر. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم يوسف من قناه كودياك، سلام.